يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي، برنامج شباب الصحابة. في بداية هذه الحلقة باسمي وباسم زميلي عبد الرحمن نرحب بكم جميعا، ونرحب أيضا بمن يصحبني في تقديم هذه الحلقة أخي عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله أخي أنس، وحيا الله جميع المشاهدين الكرام الأفاضل. أسبوع جديد، وأسبوع للأسف أنه أسبوع الأخير في برنامج شباب الصحابة. نلنا معكم من سير هؤلاء الصحابة الكرام ومن سيرهم العطرة، لكن ما زلنا معكم. قدامنا إن شاء الله 4 أيام وننهل من هؤلاء الأفاضل الكرام وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكير سريع بطريقة المسابقة بإذن الله، سوف يكون معنا كل يوم صحابي أو صحابية ونتكلم عنهم، وما عليكم سوى معرفة هذه الشخصية والإجابة عليها إما عن طريق الاتصال عبر الهاتف الظاهر أمامكم على الشاشة، أو عن طريق الإجابة عبر السوشيال ميديا، سواء في صفحتنا على الفيسبوك والبث الرسمي هناك بالبث المباشر هناك، أو بالبث المباشر عبر صفحتنا أو عبر قناتنا على اليوتيوب. نستمع إلى تفاصيل الجوائز مع أخي أنس. أخي عبد الرحمن، الجوائز تنقسم إلى مسارين كما هو معتاد. مسار الاتصالات المباشرة وقيمتها $400، والمسار الآخر هو مسار الكومنتات والتعليقات عبر قناتنا في اليوتيوب وعبر صفحتنا في الفيسبوك. أيضا أخي عبد الرحمن، لا ننسى أن نبارك للفائزين في الأسبوع الماضي، نقول لهم ألف ألف مبروك، ونتمنى إن شاء الله للجميع حظا طيبا في أسبوعنا الأخير. نعم أخي عبد الرحمن. نعم، وننبههم أيضا بضرورة التواصل معنا لمن لم يتواصل منهم، وحتى يستلموا جوائزهم، وألف مبروك للجميع، ونتمنى أيضا حظا طيب من البقية. طيب، دعنا إذا ندخل في صلب موضوعنا لهذه الحلقة، وهو موضوع مميز وموضوع شيق. لماذا؟ لأنه هناك حصل تغيير. ودعنا نبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة ل4: لجمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق رسولنا الكريم. ومن هذا المنطلق لعلنا يعني نأخذ آخر عبارة في هذا الحديث، ألا وهي فاظفر بذات الدين تربت يداك، ونجعلها موضوع لهذه الحلقة. فموضوعنا لهذه الحلقة هو فاظفر بذات الدين. نعم. أيضا أخي عبد الرحمن، تجد أن سبحان الله الدين هو معيار كل شيء. الدين سبحان الله تجد أنه هو معيار كل شيء، وأيضا هو الميزان الذي نزن به من نريد أن نقترن به بقية حياتنا. سبحان الله تجد الإنسان مثلا يوم يجي بيتزوج، المعيار والميزان هو الدين، سبحان الله. فتجد سبحان الله أن الدين أيضا هو همنا الوحيد في كل الأمور. فالدين، أنت تبحث الآن في موضوع الزواج وتبحث عن صاحبة ذات الدين كما ذكر في نص الحديث: اظفر بذات الدين. فأنت تبحث عن فتاة مستقيمة، فتأمنها على بيتك، تأمنها على عرضك، تأمنها على مالك وعلى أولادك وعلى صلاح المنزل. وتريد أنت أن تنشئ أبنائك نشأة مستقيمة. فلذلك إما كان الأصل في اختيار المرأة هو دين الله عز وجل، فالأبناء لن يصبحوا كذلك، لأن الأم هي المربية الأولى في المنزل. فإن لم تكن هي من أصحاب الدين وأصحاب الخلق ومن أصحاب الاستقامة، فكيف أنت تريد أن يصبح أبنائك مستقيمين إن لم تكن الأم من الأساس، وهي أساس التربية في المنزل، غير مستقيمة. نعم. أيضا أنت ذكرت موضوع شيق، ألا وهو اختيار الزوجة يجب أن يكون بمعيار ثابت، ألا وهو الدين. وعندما نقول أن المعيار الثابت هو الدين، بمعنى أنه أيضا يطبق هذا المعيار على اختيار الزوجة للزوج.
نعم. لأنه يعني نحن نعلم أنه الموافقة تأتي من الطرفين سواء من الرجل أو من المرأة، فحتى المرأة إذا كانت هي صالحة في دينها وتخاف الله عز وجل لن تختار بلا شك الشخص أو الشخص الذي يظهر مظهره مظهر المقصر في دينه أو العاصي أو عدم المهتم بدين الله عز وجل. فبالتالي يعني حري بها أن تحرص على اختيار الزوج الصالح، كما حري بالشاب أنه يختار الزوجة الصالحة، فكلاهما مكلف باختيار من هو أصلح أولا لصلاحهما، لأنه الزوج مؤثر على الزوجة والعكس صحيح، وأيضا صلاحهما الاثنين يعني متعلق بالأبناء. فبالتالي قضية مهمة جدا جدا إلا هي اختيار شريك الحياة بالمعايير الدينية. نعم. أيضا عبد الرحمن دعنا ندخل في صحابيتنا لهذا اليوم. هي مهاجرة جليلة، جميل، وسيدة كبيرة بعقلها وعزة نفسها، ولديها قوة إرادة عظيمة في الحق سبحان الله. تجد أن صحابيتنا لهذه الحلقة كما ذكر أنها مهاجرة جليلة وسيدة كبيرة بعقلها وعزة نفسها، ولديها قوة وإرادة عظيمة في الحق سبحان الله. نعم. وأيضا صحابيتنا لهذه الحلقة تضرب أروع الأمثلة التي في المبادرة، وهو بالمناسبة عنوان ذكرناه سابقا، ألا وهو مسابقتها في الإسلام. فهي تعتبر من أوائل من دخلوا الإسلام، بل تعتبر يعني من يعني تقريبا عددها في ترتيب المسلمين تعتبر رقم 17، وهذا عدد مبكر جدا. تخيل الآن الأمة الإسلامية عددها 1.5 مليار الحاليين، وتخيل الأمم السابقة منذ أن خلق الله محمد عليه السلام ومنذ أن بعث محمد عليه السلام الآن هي رقم 17. فهذا يعتبر رقم تاريخي ومسجل باسم امرأة، وما كان ذلك إلا لعظم شأنها ولعظم مكانتها في الإسلام. نعم. أيضا من ضمن القصص أخي عبد الرحمن أن والدها سيدنا عبد الله بن قحافة، هذه من ضمن القصص، كانت مع والدها اللي هو سيدنا عبد الله بن أبي قحافة. كان أخي عبد الرحمن قد احتمل ماله كله معه، سافر وأخذ معه ماله كله وتركها بلا مال، فدخل عليها جدها أبو قحافة وكان قد فقد بصره، فقال لها لا بد أن أبوك قد فجعك بماله كما فجعك بنفسه سبحان الله. فقالت له كلا لقد ترك لنا مالا وأخذت حصا من الأرض، وقالت له ضع يدك على هذه المال، فظن أنه مالا وقال له لا بأس إن ترك لكم مالا. فسبحان الله تجد صحابيتنا لهذه الحلقة الدنيا سبحان الله ما كانت داخلة في نفوسها سبحان الله. تجد المال كان آخر شيء يفكرون به الكل، وكانت تبحث هي عن ماذا يا عبد الرحمن؟ تبحث عن الجنة، تبحث عن دار الآخرة. فمثل هذا يظفر المسلم. ما يجي الواحد يتزوج لي فتاة همها الأول والأخير هو الدنيا. كانت تضحي يعني أنت تخيل لك الآن أنت مثلا مع زوجك فجأة يسافر ويأخذ معه كل المال، فتجد سبحان الله أن هي ما كانت نهائيا مهتمة للدنيا، وكانت تطمح للآخرة ورضوان الله عز وجل وجناته. نعم. ذكرت أنها والدها اسمه عبد الله ابن أبي قحافة. نعم. وسبحان الله لديها قصة شيقة مع أمها، والتي بالمناسبة لعلنا نذكر قصتها فيما بعد، لكن الآن دعنا نذكر قصتها هي مع والدتها. ألا وهي مرة جاءت أمها بهدايا إليها، أتت بزبيب وسمن وقرط. فانظر هنا إلى كيف عندما يدخل الإسلام إلى قلب امرأة أو إلى قلب رجل أو إلى قلب أي شخص مسلم، يمتلئ هذا القلب، تمتلك هذه الروح جميع جوانب الإسلام، درجة أنه أنت حتى ممكن ترفض هدية تأتي من أمك عشان أنها كافرة ما لم تسلم. وفعلا هذا الذي فعلته صاحبتنا في هذه الحلقة، رفضت هدية أتت من أمها
لأنها أمها كانت كافرة في هذا الوقت لما أسلم، مع أنه الإسلام يأمر ببر الوالدين سواء كانوا كفار أو مسلمين. فلعل صحابيتنا لهذه الحلقة من شدة حبها للإسلام ومن شدة تعلقها بالله عز وجل آثرت أن تستلم هدية من أمها، ومع أن ذلك مباح، يعني خشية أن يكون في إشكالية أنها هي والله ليست على دين الإسلام. فلما رأت ذلك أختها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن فلانة لم تقبل هدية من أمها بحجة أنها كافرة، فهل تأذن لها؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اقبلي الهدية. وهنا يعني لفتة بسيطة إلى سماح الدين الحنيف. يعني الدين الإسلامي لم يشدد على الناس أبدا، إنما الدين الإسلامي أتى ليقوم سلوكياتهم وليلجئهم إلى ربهم، وفي نفس الوقت جعل مباحات كثيرة من ضمن هذا المباح، يعني حتى لا نشدد على الدين، حتى لا نشدد على المسلمين. فانظر إلى حرص صحابيتنا لهذه الحلقة، كيف أنها آثرت أن ترد أمها على بحبها للإسلام. هذا أخي عبد الرحمن إن دل على سبحان الله قوة إيمانها وصلاح دينها. يعني يوم أن أمك تهديك هدية وترفض من أجل الدين أو من أجل أن مثلا لا تقع في حرج ولا تقع في شك، فأعتقد أن هذا دليل على قوة إيمانها وصلاح دينها سبحان الله. فمثل هذا أخي عبد الرحمن في هذا الزمن أشبه ما يكون بالنوادر، أصبحوا متواجدين بالنوادر جدا. فسبحان الله قوة الإيمان وصلاح الدين لن يظهر إلا إذا أنت بنيته منذ الصغر. فسبحان الله اللي يبغى يربي أبنائه يربيهم منذ الصغر على كتاب الله وسنة نبيه وعلى الدين، فبالتأكيد إذا كبروا سيصبحون إيمانهم بالله قوي جدا ودينهم صالح جدا. أما الذي يربي أبنائه على منذ الصغر على غير الدين، فيجي سبحان الله إذا كبروا أبنائه إيمانهم بالله أشبه ما يكون ضعيف جدا. فهذا يدور حول الأم وتربيتها منذ الصغر. نعم. لعلنا نستكمل الحديث الشيق معك أخي أنس، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. أخي عبد الرحمن، دعنا نستكمل الحديث عن موضوعنا الشيق ألا وهو اظفر بذات الدين. نعم جميل. وقد تحدثنا قبل الفاصل عن صحابية لهذه الحلقة، وقلنا أنها من أوائل من أسلموا في الإسلام، وأيضا هي أو عفوا عددها 17 من الذين أسلموا ودخلوا في الدين الإسلام. أيضا ذكرنا قصة مع والدتها. بالمناسبة عندما تنظر إلى هذه الفتاة العظيمة والصحابية الجليلة تجد أنها تربت في بيت عظيم، فتجد أن أختها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شوف قربها من النبي صلى الله عليه وسلم. أختها بالمناسبة هي التي ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته عن مشكلة أختها، أنها لم تستقبل هدية من والدتها. وأيضا عندما تجد أبوها فتجده أقرب صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا ذكرنا اسمه قبل الفاصل. وسبحان الله تجد أنه عندما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من أحب الناس إليك قال عائشة، ثم ذكروا لا من الرجال ذكر هذا والدها. فتجد سبحان الله أنه هذه الصحابية الجليلة هي يعني من أعظم الصحابيات، وتجد أن بيتها سبحان الله هو بيت بيت عظيم جدا، وبيت يعني يربي مثل هذه العظيمات. نستقبل أول اتصال ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ معك موسى كبيرة. حياك الله أخي موسى، يا مرحبا. من وين تكلمنا موسى؟ من اسطنبول. حياك الله يا أخي موسى. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابية أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. جزاك خيرا أخي موسى، ونتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم علي جمال. من معي؟ علي جمال من اسطنبول. يا مرحبا، حياك الله أخي علي. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله أخي علي. وإلى اتصال آخر ومتسابق جديد نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ معك أسامة إدريس. حياك الله أخي أسامة. من وين تكلمنا يا أسامة؟ أكلمكم من اسطنبول. الله يحييك ويبارك فيك. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ إيه نعم بإذن الله. الصحابية أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. شكرا لك أخي أسامة، وأنا أتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. من معي؟ زبيدة. حياك الله أختي زبيدة. اسمك بالكامل؟ أسماء. زبيدة من؟ زبيدة. معك زبيدة. طيب حياك الله أختي زبيدة. من وين تكلميني؟ من اسكتلندا. يا مرحبا، حياك الله. هل عرفتي الصحابي لهذه الحلقة؟ أيوة، أسماء بنت أبو بكر الصديق. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. طيب لنا نستقبل اتصال آخر ونقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل، من معي وين تكلمنا؟ الله يحييك يا رب. معك أحمد عبد الكريم من الأردن. أحمد عبد الكريم من الأردن. حياك الله وحيا الله جميع أهلنا وأحبائنا في الأردن. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ الله يحييك يا سلام. أو الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. شاكر لك أخي أحمد، ونتمنى لك حظا طيبا بإذن الله. لا اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي؟ معاكم بلال محمد سعيد إبراهيم. يا مرحبا، حياك الله أخي بلال. من وين تكلمنا أخي بلال؟ من اسطنبول. حياك الله أخي بلال. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة أو الصحابية؟ اي نعم. تفضل. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا أخي بلال يوم الجمعة إن شاء الله. نعم. طيب يا أحبتنا في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شاكرين لكم اتصالاتكم ومشاركاتكم. أيضا أشكر زميلي في الاستوديو أخي أنس بين. حياك الله. الله يعطيك العافية أخي أنس. ما زلنا نطبع في اتصالاتكم، ولكن في الأيام القادمة إن شاء الله. مبارك لجميع من جاوبوا واتصلوا معنا لهذا اليوم، ومن أجاب منهم إجابة صحيحة يعني نبارك له في الدخول في السحب على الجائزة الكبرى. وننتظر اتصالاتكم في الأيام القادمة. كنا على الموعد غدا بإذن الله في تمام 4:30 بتوقيت إريتريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا